مرحبا، كيفكم يا أحلى متابعين؟ أول إشي بدي إياكم تعذروني هيك على التأخير، إني بصور فيديوهات وبتأخر. بس والله يعني الإنسان أمرات بكون هيك مشغول أو عندي ظروف أو ضغوطات هيك إنها بتلهيني إني أصوركم أو أتأخر عليكم، فعن جد سامحوني يعني. طبعا هون صحيت الصبح وكنت بدي أطلع أولادي على المدرسة. هذا مراد، يعني مراد ابني الكبير، يعني أكبر ولد عندي، يعني بعد باسمة. فكان هنا هيك حكي لي ماما صوريني يعني قبل ما أطلع، فقلت له خلص والله لا صورك. فهون كان بده يطلع على المدرسة، وطبعا تقدروا تحكوا لي أم مراد يعني أنا. فبعديها هنا بعد ما طلعوا الأولاد هيك بدي أشرب كاسة نسكافيه هيك على رواق يعني. طبعا اكيد هلا انتوا رح تستغربوا يعني كيف ما بتشربي قهوة، انه الناس بيشربوا الصبح قهوة مش نسكافيه وهيك. بس انا الصراحة ما بشرب قهوة بالمرة. يعني هيك حاولت كتير اني اشرب واحبها، بس ما حبيتها الصراحة، يعني خلص ما دخلت مخي. وما بعرف اذا في حدا زيي يعني ما بشرب قهوة، بس انا ما بشرب قهوة، يعني بعوضها بالنسكافيه، بحب النسكافيه ولازم كل يوم اشرب هيك نسكافيه كاسة يعني. وبعدين بلشت اني هيك بدي ابلش بشغلي. طبعا انا بحب اول ما اصحى يعني هيك على الصبح اني افتح الشبابيك والبرادي. يعني الواحد لازم يفتح شبابيك وبراد الصبح، يعني بيحكوا انها بتدخل الطاقة الايجابية على البيت وبتطلع الطاقة السلبية. يعني لما تفتح الشبابيك هيك تدخل الشمس يعني. فانا خلص متعودة انه لازم هيك افتح الشبابيك حتى يعني الطاقة السلبية كلها تطلع من البيت. وبلشت طبعا الشغل اليومي، هذا الشغل اللي كل يوم يعني لازم نعمله، اللي هو المسح التكنيس. يعني هذا شغلات يومية يعني لابد منها. وزي ما بيحكي المثل يعني العمر بخلص والشغل ما بخلص. يعني عن جد شغل البيت مستحيل انه يمر يوم من دون ما يطلع شغل، او انه يعني الواحدة تقعد فينا وما تشتغل. يعني كل يوم لازم شغل، لازم يعني هيك، يعني تحس الشغل بيطلع من تحت الأرض كيف ما بتعرفي. فعن جد يعني إحنا الأمهات ستات البيوت يعني عن جد بنتعب كتير يعني. وعن جد الله يكون بكل أم وست بيت يعني هيك وراها مسؤولية وحمل يعني عن جد، لأنه يعني عن جد إحنا النسوان جبارات، يعني كل المسؤولية بتكون علينا بالبيت وبالأولاد وهيك. وهون كنت بدي أعمل يعني فوت هيك على المطبخ وبدي أرتب خزانة يعني زي ما بيحكولها خزانة المونة اللي بحط فيها البهارات وهيك. يعني كنت بدي هيك أرتبها. فأول إشي بلشت إني أفضي الخامة اللي تحتها، يعني هذه الخامة تحت الخزانة، فبدي أفضيها حتى أفضي كل إشي بالخزانة يعني عليها. ف يعني أنا المطبخ تاعي يعني بحب كل ما يكون هيك خزانة يعني هيك أطلع عليها إنه ما تعجبني، بدها تنظيف بدها ترتيب، إنه أعملها على السريع يعني أول بأول ما أتركها. فبلشت إني زي ما انتم شايفين إني أفضيها عشان يعني أبلش أرتبها وهيك. وهون كنت يعني كل علبة يعني هيك أحس إنها وسخة يعني بدها غسيل وتلييف، إني أفضيها عشان إني أليفها وأغسلها. يعني المرتبانات وهيك كانوا في أشياء بدها يعني تلييف وهيك. وفي شغلات يعني ما كانت إنها بدي أفضيها، يعني في شغلات كانت نظيفة يعني بس هيك إني حطيت على شريطة مي ومسحتها يعني من دون ما أفضيها. وكان في أشياء عندي بالأكياس محطوطة كمان بدي أفضيهم إني أحطهم بمرتبانات وهيك. لأنه صراحة أنا ما بحب أكون بالخزاين حاطة هيك أكياس وهيك، بحس فوضى وما بتعرف تطولي الإشي لما تيجي بدك تستخدمي إشي. فبحب كله يكون عندي هيك يعني زي مرتبانات ومنظمات وأحط فيها.
وأكيد طبعا ليفت الرف، يعني هو اللي كان عليه المرتبانات كان يعني هيك وسخ وبده تلييف، يعني كان مكبكب عليه أشياء وهيك، فبلشت إني أليفه عشان بدي أمسحه وأرجع الأشياء يعني. وبعدين بلشت إني أرتبها، يعني كل إشي أرجعه مكانه. طبعا اللي وصل معي لهون بالفيديو يعمل لايك، وإذا كنت أول مرة بتتابعوني اعملوا اشتراك، يعني هيك بدي تعليقات كمان حلوة تكتبولي يعني على الفيديوهات، يعني عن جد الناس اللي بيكتبولي التعليقات بدي أشكركم من كل قلبي. وكمان بدي أشكر الناس اللي علقولي على الفيديو الماضي ودعوا لحماتي يعني خالتي، عن جد شكرا إلكم، وعن جد دعواتكم كتير فرحتني، وعن جد يعني شكرا، يعني قد ما أشكركم مش راح أقدر أحكي لكم يعني كيف. ف يعني علقولي دائما هيك على الفيديوهات تعليقات حلوة وشجعوني، يعني أكيد هذا الإشي بشجعني وبخليني إني أكمل يعني وأنزل فيديوهات أكتر وأكتر. وهنا كمان كان بدي هاي الخزانة اللي عندي تحت المجلة، يعني هاي خزانة بحط فيها مواد التنظيف وهيك اللي هي تحت المجلة مباشرة، فكمان كنت بدي هيك أرتبها يعني. بلشت إني هيك أفضيها، وإني هاي يعني عندي الأرضية تاعتها ستينلس يعني، فكان بدي هيك أليفها، يعني كان عليها زي مية وهيك، يعني عليها زي صدى وهيك فمن المي، فكنت بدي إني أليفها. والصراحة أنا كنت بدي أجيب منظمات، يعني شفتهم هيك مخصوص لمواد التنظيف وهيك، بس ما صح لي إني أطلع أو أجيبهم، يعني لسه ما كنت شرياهم. فكانوا عندي هدول العلب المنظمات من قبل، فقلت يلا بمشي حالي فيهم، بحط فيهم لحد ما أجيب الجداد، يعني كان في بالي هيك. فالعلب يعني بيكونوا مخصصين لمواد التنظيف وهيك، علب التنظيف والهيك، فإن شاء الله رح أجيبهم يعني. وهون كنت بدي أسوي الغسالة، يعني هيك بدي أعملها دورة تنظيف. فأول إشي فكيت الجرار تاع السيرف اللي هو بيحكوا له جرار السيرف، وفكيته بدي إن هيك أحط عليه مي حتى إنه السيرف يعني يروح عنه، وأبلش إني أنظفه أفركه. يعني لازم هذا تاع السيرف دايما إنك تفكيه وتعمليه أحسن، يعني ما بتكوم عليه هيك السيرف وبصير ترسبات أو كلس وبتخرب يعني هيك الغسالة، لأنه لازم كل فترة إني هيك أفكه وأعمله، يعني أعين كل إشي عنه. وبعدين حطيته هيك ينشف على الشباك من المي، ومحله كمان كنت بمسح فيه هيك من جوا، كان فيه هيك عليه زي سيرف وهيك شغلات، فكنت بمسحه يعني من جوا يعني. وهنا كنت أسوي شغلة للغسالة، إنه الخل خل ومي. طبعا الخل كتير منيح إنك تمسح فيه الغسالة هيك من جوا وتسويها فيه، يعني ترشي عليها، لأنه الخل بعين كل الترسبات والكلس، وحتى أمراض الغسالة بكون إلها زي ريحة بتطلع هيك من الرطوبة والمي زي ريحة مش حلوة، بصير الغسيل ريحته مش حلوة. فالخل بعين كل هاي الشغلات، فأنا جبت هيك بخاخة حطيت فيها هيك خل ومع مي، وبصير أرش هيك بالحوض من جوا زي ما انتم شايفين، وبجيب يعني هيك بشكيل من عندي هيك ناشف يكون ونضيف، وببلش اني امسح الحوض هيك بالخل يعني. هاي يعني لازم الشغلة تسويها كل شهر يعني مرة على الأقلية. وعن جد جربوها وراح تشوفوا فرق، يعني هيك بعين عن جد الخل يعني زي بعطيها هيك طعقيمة، وزي بعين يعني هو الكلس والترسبات اللي بتكون بالغسالة والرطوبة هاي اللي بتطلع ريحة مش حلوة.
يعني كتير كويسة. يعني أنا يعني نصحني فيها أكتر من حدا، وشفت يعني هيك كتير ناس بيعملوها هاي الطريقة، فجربتها وعن جد كانت كتير كويسة. طبعا في هذا زي الجلد اللي بتكون حوالين الغسالة، فهاي لازم يعني زي شفت لما فتحتها كيف فيها زي هيك يعني أشياء وهيك يعني وسخة، فلازم هاي كل فترة كمان تنظفيه. يعني هذا هو اللي بيطلع الريحة، يعني إذا تركتيه بصير يطلع هيك ريحة مش حلوة للغسالة وبيأثر على الغسيل. فأنا هيك يعني دائما بفتحه هيك من الجناب، بكون هيك أفتح فيه وأنظف يعني أفركه، يعني حتى كل إشي يروح عنه. يعني هيك عدايل ما يدوره بكون أنظف فيه. وبعدين بجيب كمان هو بالبشكير وبصير أمسح كمان محل ما فركت حتى يطلع كل إشي يعني. وطبعا أهم إشي بدك إنه الغسالة هيك يعني تضلها ما فيها رطوبة يعني من المي وهيك تطلع روايح، إنك كل ما تغسلي تتركي الغسالة بابها مفتوح والزرار السيرف أقل إشي ساعتين تتركيهم مفتوحين حتى يتهووا يعني وتنشف هيك نهائيا بعد كل غسلة. يعني كل ما تغسلي اعملي هذا الإشي، خلي الباب مفتوح تاع الغسالة أهم إشي. وشايفين يعني هون فرجيكم بعد ما نظفته كيف كل إشي راح منه. يعني هذا هو يعني بيكون وسخ، يعني هيك بتحسي لما تغسلي كل إشي بيطلع عليه يعني. فلازم تنظف بشكل دايم يعني. يعني تقريبا كل شهر كل أسبوعين حتى، يعني هو أفضل كل أسبوعين تنظفيها مرة تعملي هذا الإشي. وهون يعني خلاص كنت خلصت وبمسح هيك يعني حواليها وكمان الباب تاع الغسالة هيك من جوا كمان حطيت عليه هيك رشيت بالخل والمي وكمان مسحته. واخر اشي طبعا هيك بدي افتحها محل ما نضفتها هيك خليها تتهوى يعني وتنشف من المي وكل اشي. فتركتها يعني تقريبا ساعة مفتوحة يعني هيك حتى تتهوى وتنشف. وهون كان هيك يعني بالليل على السهرة كنت بدي أعمل شاي، فإجا على بالي أعمل شاي الكرك. طبعا شاي الكرك له أصول، وأنا اليوم رح أعملكم إياه على أصوله بالضبط. أول إشي بدي أجيب هيك أبريق وبحط فيه 3 معالق كبار شاي. طبعا الشاي النفل هو أفضل للشاي الكرك، لازم يكون نفل، وإذا ما كان متواجد عندكم عادي بتحطوا ميداليات 6 ميداليات، بس هو الأفضل إنه يكون نفل. وبعدين بجيب هيل حب، يعني الهيل الحب بحط تقريبا 10 حبات هيل. طبعا هنا كنت أنا يعني أنا بمنتج لكم بقطع شوي، كان ابني الصغير بعيط فبروح بشوفه وبرجع لكم، فبتحسوا رح تلاحظوا بالفيديو إنه هيك زي مقطع الفيديو. بعدين حطيت قرنفل، يعني تقريبا 7 حبات قرنفل حب كمان. وبدي كمان احط له قرفة، طبعا بالقرفة العيدان، طبعا حطيت انا تقريبا عودين قرفة. وبعد ما هيك بجيب مي سخنة، طبعا لازم تكون سخنة وبدير عليه. بدير عليه مي سخنة، بس ما بدي أعبيه كله، لا يعني بدي تقريبا هيك نصه، لأنه بعدين رح أضيف له الحليب فما بدي إياه يكون كله. وبعدين بحطه على الغاز وبتركه يغلي لمدة 10 دقايق، يعني كل هاي المكونات تغلي مع بعض 10 دقايق حتى يصير يعني شايفين يصير لونه هيك غامق، ولازم هيك يخمر يعني يكون تقيل. وبعدين بضيف له الحليب. انا طبعا كان عندي حليب مكتف اللي هو المحلى حطيت منه، وبتقدروا تحطوا عادي يعني لو عندكم حليب البودرة تحلوه مع مي وتحطوه او حليب سائل، بس انا حطيت حليب مكتف يعني.
وبتركه كمان لمدة 8 دقايق حتى 10 دقائق، يعني هيك يغلي مع الشاي كمان والحليب. وهون كان خلص يعني خلص. وطبعا السكر حسب الرغبة، يعني تقدروا تحطوه بالأبريق إذا بتحبوه حلو، أو بالكاسات، يعني حسب ما انتو بدكم السكر، يعني حسب الرغبة. وبعدين صحة وعافية يعني تشربوه، عن جد يعني كتير زاكي هيك، خاصة بالشتاء يعني بدفي وبعطي هيك دفى. وطبعا هون كنت بدي أفرجيكم بفراشي الجديد. طبعا أنا مبسوطة كتير إنه خلصته، يعني أنتم مش متخيلين قد إيه صار لي موصي عليه، أو صرنا موصين عليه من زمان كتير كتير، وخلص قبل يومين يعني الزلمة خلص لنا إياه وجبناه. فكنت بدي أفرجيكم إياه، بس هو طبعا هذا الشكل الأول للغرفة، لأنه لسه رح أغير فيها كتير، يعني في السجادة كمان بدي أغيرها. كان عندي هاي، ويعني ما عندي غير هيك كبيرة ولهاي الغرفة، فخليتها يعني هيك أسلك حالي فيها لما أجيب واحدة جديدة. ونفس الإشي الطاولات اللي بالنص، كانت هاي الطاولة اللي بالنص الأزازة تاعتها مكسورة، انكسرت يعني ومعنا. ولما جوزي يعني هيك يفصل أزازة جديدة. وطبعا هون بفرجيكم البرادي كمان، كنت حاطة هدول كانوا عندي قدم يعني من زمان، بس يعني حطيتهم بدل كانوا قبل بالغرفة ما كانوا لابقين، فحطيت هدول عبل ما كمان بدي أفصلها هيك برداي يعني، يعني غير هاي موديل تاني. فيعني مشيت بس حالي يعني فيهم. فاحكوا لي شو رأيكم. وطبعا هذا بروازي اللي بحبه كتير، كمان جبته عن النت، طبعا هو عن فلسطين، يعني عن قضيتنا وفلسطين يعني بلدنا وبلد. يعني عن جد سامحوني كتير على تقطيع الصوت، بس كنت أطلع يعني زي ما حكيت لكم ابني وولادي برا، كنت أطلع يعني هيك بدهم يعني أطلع أشوفهم وأرجع، فسامحوني إذا الصوت بقطع. فزي ما حكيت لكم هذا البرواز عن هيك يعني عائدون، يعني إن شاء الله إن يا رب كنا بنعود لبلادنا هيك فلسطين، وبنصلي هيك جماعة بالمسجد الأقصى يا رب. فلهون الفيديو تاعي بكون خلاص، وبلاقيكم فيديو جديد، مع السلامة.